السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للرجالة اللي حست إن حياتها الأولانية مع زوجته مش موفقة، وإن الاختيار ما كانش اختيار موفق، مش معناه إن الزوجة فيها عيب، لا قدر الله ولا سمح الله، بس إن هي ما كانتش أنسب حاجة، مش أنسب حاجة لطبعه، مش أنسب حاجة لمزاجه الشخصي، مش أنسب حاجة لشخصيته. ف ساعتها ممكن في فترة من فترات عمره يقابل إنسانة تانية يلاقيها متوافقة معاه أكتر، أو فهمها بشكل أحسن، وبالتالي بيلاقي نفسه في ثلاث طرق. ويجي اللحظة دي اللي بيعرف اللي هو اختياره الأولاني ما كانش سليم 100%. ما كانش اختيار متوافق تماما مع مزاجه وطبعه وشخصيته. بغض النظر عن لسه بنتكلم، بغض النظر عن زوجته الأولانية ممكن تكون رسالة كويسة جدا، مش أي مشكلة، بس أنا بنتكلم في التوافقية. حاجة كده عاملة زي البازل، اللي هي حاجة بتكمل حاجة، صورة بتكمل صورة. آه، دي ممكن يلاقيها فترة من فترات عمره وينجذب إليها بشكل كبير أوي. أنا واحد من الناس ما عنديش مشكلة في دي، المهم ما يهدمش البيت الأولاني، يعني يفضل برضه محافظ على البيت الأولاني، لأن أنت مش بسهولة تلاقي حب عمرك زي ما بيقولوا، أو تلاقي الإنسان اللي تفهمك أو تحتويك أو تخاف عليك. مش هتلاقيها كل يوم للأسف، الحب ملوش كل يوم، فليه لأ؟ ولو قدر يحتفظ بالناحيتين يبقى حاجة كويسة جدا. قصة إن الزوجة بس تفهم الأولية إن هو الراجل دلوقتي بقى أوت أوف أوردر، خارج بره حسابها الشخصي وبره عالمها الشخصي، لأن هي مقدرش تحتويه. يعني برضه في نقص هنا بيتعالج، لو في مشكلة حصلت وللأسف هو ده علاجها، لما عشان يرجع تاني أو هي تحاول تعدل من طبعها يبقى الموضوع مش سهل. وربنا يا رب يهدي سر بيوتنا كلها إن شاء الله. السلام عليكم.